كلية اعلام او اي كلية فنية انت هتدخلها مش هي النهاية، ولا هي اللي هتخليك مميز او ليك نقطة ترجيح على حد تاني عشان انت خريج الكلية دي، ولكن الترجيح او العبرة هيكون بان انت عملت ايه بالكلية. يا صباح الخير على حضراتكم جميعا، يوم جديد وبداية اسبوع جديد مع بودكاست كولاج، البودكاست اللي بناقش فيه مواضيع متعلقة بالفن بالابداع في مختلف المجالات، بنشارك تجارب وبنتأمل ظواهر وبنتذوق مع بعض كل ما هو ابداعي وكل ما هو جميل. النهاردة تعتبر هي الحلقة الأخيرة في السلسلة اللي كانت مخصصة لأصدقائنا اللي لسه مخلصين ثانوية عامة وشايفين انه وجودهم في كلية تعزز الموهبة اللي عندهم هو الحلم وهو المنى والرجاء يعني بالنسبة لهم، وكنا حابين ان احنا ندردش مع بعض بحيث انه قرارهم ده يكون قرار مأخوذ عن عقل وعن تحليل وتفكير، مش بس عن عاطفة وتصورات ان انا والله ده المكان المناسب بتاعي. اخر حلقة دي حاسس ان هي ممكن تكون العنوان بتاعها لو احنا حابين نحطه كإطار، هي حاجات انا كنت حابب ان حد يقولها لي وانا في الكلية. في حاجات انا عملتها في الكلية بالصدفة، ربنا اراد ان اوفق فيها كده بالصدفة، وفي حاجات يعني مش ندمان بس كنت شايف ان انا لو عملتها وانا في سنين الجامعة كانت ممكن تتيح لي حاجات افضل كمان من اللي انا حققتها دلوقتي. اول حاجة كنت حابب انه حد يقولها لي وانا في الجامعة، ودي كانت مشكلة عندي وانا اصغر شوية. كنت حابب حد يفهمني انه كلية الاعلام مش بتجيب شغل للناس. يعني ليه بقول لك انا دلوقتي موضوع انه كلية الاعلام مش بتجيب شغل للناس؟ لانه اولا مفيش كلية بتجيب شغل للناس. احنا بيكون عندنا تصور كده مش دقيق انه الكلية من ضمن مسؤولياتها ان هي توفر لك فرص عمل في المجال بتاعك ده. خلينا نقول انه بكل صراحة وبكل وضوح الفرص المطروحة في سوق العمل ككما او كعدد الناس اللي هيفت ان في الوظائف دي اقل بكتير جدا من اللي بيتخرجوا من كليات الاعلام في كل جامعات مصر كل سنة. وده طبيعي. ممكن يبقى اللي مش طبيعي او اللي فيه مشكلة انه اختيار الناس او الكلية الناس مش بتدخلها باختبارات، واللي عرفته كمان انه تم الغاء اختبار القدرات للناس يعني. وحتى الاختبارات عشان انا كنت شفتها هي كانت عاملة زي اختبارات المذيعين في التلفزيون المصري زمان، يعني مش شرط ان هي تكون اختبارات دقيقة او تحدد لك بالظبط الشخص ده عنده القدرة انه يكون في الصناعة الابداعية دي ولا لا. بيبقى في عدد كبير جدا، وبالتالي الكلية عايز اقول لكم انه في شعبة عربي في الكلية عندنا كان العدد اعتقد واصل ل 700 وحاجة او 800 طالب. مين معهد او مكان تعليمي في العالم عنده القدرة انه يوفر فرص عمل للكم ده من الناس كلها؟ بس زي ما قلنا ميزة وجودك في كلية الإعلام على الجهة الأخرى إنه أنت بتكون في المطبخ. وجودك في المطبخ ده ممكن يبدأ يفتح لك فرص تخليك متواجد أو تخليك تدخل مؤسسات، وأنت وحظك بقى يعني على حسب نوع المؤسسة اللي أنت تدخل. ودي كانت من ضمن التجارب الشخصية اللي حصلت معي. يعني أنا زي ما كلية الإعلام مش بتوفر فرص عمل، بس هي وفرت لي أكسس أو وفرت لي دخول لإحدى أكبر المؤسسات الإعلامية تلفزيونيا يعني اللي كانت موجودة في التوقيت ده، عن طريق وجود دكتور كان بيدرس لي مادة في الجامعة، مادة حتى إضافية كده هم قرروا في آخر لحظة واحنا في سنة ثالثة كلية ان هم يضيفوها يعني على الجدول. وحظي أراد انه الدكتور ده حتى فاكر انه اول مرة جينا اتكلمنا شدينا مع بعض، انا كنت داخل البلاتو بتاع الكليه بكوبايه قهوه وانا ما اعرفوش، وهو جه انت ايه اللي مدخلك بالكوبايه البلاتو كطقوس يعني. واللي فهمت بعد كده ان هي طقوس يجب ان هي تحترم في البلاتوهات التلفزيونيه يعني. فانا ما كنتش فاهم، فقلت له عشان انا عايز اشرب قهوه يعني، ايه اللي مدخلني بكوبايه القهوه؟ فكان رده عليا انه اما تسيب كوبايه القهوه دي بره او تاخدها وتطلع. انا لقيت راجل انا ما اعرفش مين ده فبيكلمني بطريقه انا ما عجبتنيش، فخدت الكوبايه وطلعت ونزلت شربتها
ده تحتي. اكتشف بعد كده انه هو برضو مش حابب اقول الاسم عشان انا ما استأذنتوش. اكتشف ان هو من اكبر الاساتذة في مجاله على ارض الواقع يعني، او في المجال الاعلامي. وتشاء الاقدار انه الراجل ده يطلب مننا تقرير. فانا في الوقت ده كنت بالتجربة بقى اتعلمت ان انا اعمل مونتاج، واتعلمت ان انا اكتب اسئلة بحكم ان انا اشتغلت في المونتاج واشتغلت في الصحافة. اتعلمت ان انا اصور بكاميرا الفيديو واظبط السيتنجز بتاعتها والفوكس والوايت بالانس، كل الحاجات دي. واللي حاجات منها اتعلمتها في الجامعة، وفي حاجات تانية اتعلمتها مع نفسي لما لقيت انه ذكرها اتى في الجامعة او في الكليه. فجي الدكتور ده طلب مننا نعمل تقرير اللي هو يعني بمثابه الفاينل بروجكت كده في الماده. فالساده الزملاء يعني كانوا عاوزين يسافروا دهب. وانا عندي مشكله، انا بالنسبه لي هتيجي تقول لي خالد تتولى مسؤوليه مشروع كامل لوحدك ولا تتعاون مع حد؟ هفضل في الغالب ان انا ابقى مسؤول عن المشروع ده لوحدي. كده كده في الحالتين الموضوع متعب، بس بالنسبه لي ان انا اقعد اتعب في مهاتيه مع حد، بالنسبه لي لا، دي اسوأ من ان انا اتعب في شغل على المشروع. وانا مقتنع في النهايه ان الشغل ده انا بتعلم منه واستفيد يعني. فجيت قلت لزمايلي دول انتوا لا تقدروا تسافروا دهب، وانا هعمل البروجكت فولي لوحدي وانتوا هترجعوا تاخدوا الدرجات. مش مصدق نفسي يا لب. خلاص نطلش كده. مش مصدق نفسي يا لب. خلاص مش مصدق نفسي. المهم البروجكت عجب الدكتور جدا، يعني الراجل استحسنني يعني، وقعدنا اتكلمنا وكان ودود ولطيف جدا، واتاح وبدون مطلب لقيت المعيدة بتتواصل معايا بعدها بشهر وشوية او شهرين من نهاية السمستر، وبتقولي انه دكتور فلان رشحك انه انت تاخد فرصة تريننج اسبوعين في القناة الفلانية. اتبسطت جدا وقلت بالنسبة لي فرصة يعني كويسة. والتريننج ده كنت رايح بس كفلور مانجر يعني. فلور مانجر دي حاجة كده ايه، تقدر تقول انه الشخص اللي صوته عالي في البلاتو، اللي بيظبط مع الكاميرا مان وفنيين الكاميرات، لو في مشكلة يظبط مع بتوع الديكور، بيبقى مع اير بيس كده بيسمع من المخرج بالظبط الانستراكشنز او التفاصيل اللي هو محتاجها، بحيث ان هو يكون امتداد لايد المخرج جوه البلاتو. المخرج بيبقى قاعد في الكنترول روم يعني. انا كنت رايح كده، وانا عامه شخص ولا صوتي عالي ولا انا شخص اللي هو ايه بسيطر بالزعيق. ممكن ابقى الطريقه بتاعتي في الشغل انا ما بحبش ازعق لحد. انا كنت رايح اسبوعين، والناس هناك شافوا انه والله لا انت عندك بوتنشال. وفي ميزه برضو خليني اقولها، دي ميزه تانية في وجودك في كليه اعلام او اثناء فتره الجامعه. انت كشخص لو انت عندك موهبه وشاطر وانت في كليه الاعلام، او انت في كليه واتيح ليك ان انت تدخل اي مؤسسه وشاطر ومش عايز حد يعلمك، فانت بالنسبه للمؤسسات الاعلاميه لقطه. ليه بقى؟ شخص تالنتد وبيذاكر وبيطور من نفسه جدا، وفي نفس الوقت مش هيدوله فلوس. زينة والله زينة. ده انتوا نقطة. انا هقولك اختبار كده و90% الاختبار ده هينجح. جرب كده تنزل لو انت مثلا بتحب فيلم ميكنج وحاجات زي كده وعايز تشتغل او عايز تتعلم، هات كده عناوين اماكن بتاعت برودكشن وبوست برودكشن، وانزل يوم اقعد خبط على الاماكن دي. قوم يا جماعه صباح الخير، انا فلان الفلاني في كليه كذا، بعمل كذا، وده الاساينمنتس وشغلي، وانا حابب انه انا اشتغل عندكم ببلاش. طبعا انت بعد كده هتطلب، وبعد كده هتطلب كتير يعني، ده موضوع تاني، بس انا بتكلم انه في الاول عشان تبدأ تكون علاقات، تبدأ تتعرف على الناس، تبدأ اسمك يتعرف حتى وسط دواير صغيرة، والدوائر الصغيرة دي تتوزع لدوائر اكبر وهكذا. فانا بالنسبة لهم في المؤسسة دي مش ان انا يعني كنت احسن منهم، هم اساتذتي لحد النهاردة يعني، ولحد النهاردة بتجمعني بيهم علاقة جميلة يعني. بس وقتها بالنسبة لهم كنت لقطة. ليه؟ لان انت شخص بتيجي تعمل الشغل وبتعمله كويس، وعندك لغة وبتقرأ وبتتعلم وكل حاجة، وفي نفس الوقت مش بتاخد مقابل. فدي حاجة كويسة. فدي من الحاجات اللي اتاحتها لي كلية الاعلام، وهي فكرة وجودك في المطبخ. انت لو في كلية حقوق، في كلية هندسة، وجودك في الاماكن دي مش شرط انه يخليك تتعرف على ناس في الميديا. ممكن تقولي انا اعرف فلان ده كان خريج حقوق وبقى بيشتغل في الميديا، ماشي تمام، دي تجربة فردية. وكل التجارب عامة في الاعلام او في الفن عامة تعتبر تجارب فردية معاك في ده. بس انت عشان تبقى في كلية حقوق وتتعرف على حد في الميديا محتاج ايه؟ والله بقى تقعد تفرك، تروح ورش، تروح اماكن
عشان تشوف اي حد بيشتغل في الشغلانه دي وتقول له ان انا عايز اشتغلها، ويقعد هو بقى يعلمك ويتعاطف معاك وبتاع. لو انت عندك حد اوريدي، انا اسف في وضاعه الكلام اللي اقوله، بس لو انت واسطتك تقيله عامه، خلاص تدخل بقى اعلام، تدخل سياسه واقتصاد، تدخل اداب عبري عادي، خلاص ده شخص هيسهل لك وجودك، ولا حد هيسالك على كليتك، ولا حد هيسالك على حاجه. انا عايز اقول لك انا واحد من الناس اصلا اتخرجت دلوقتي، اعتقد بقالي 3 سنين تقريبا متخرج. انا بشتغل من اول سنه في الجامعه، وبقالي 3 سنين دلوقتي انا يعني ما روحتش استلمت شهاده التخرج بتاعتي اصلا. يعني ما افتكرش ان في حد سالني في شغل على انت خريج كليه ايه، ولا ده اصلا سؤال سيلي جدا يعني، ولا حد بيسالك على التقدير. وهي النقطه الثانيه، نصيحه كنت اتمنى حد يقول لي، بس دي ما كنتش يعني، انا ما كنتش بجيب تقدير اصلا، ما اعرفش انا جايب كام، اقسم لك بالله العظيم، والله انا ما اعرفش الجي بي اي بتاعي لحد النهارده، ولا اهتميت اعرفه. يعني انا فاكر ان انا كنت بدخل، كان الرقم في حاجه اسمها الرقم الموحد كده، كنا بنجيب بيه النتيجه، كان 160 60 170، ده كان رقم. فكنت بدخل على اللينك بتاع النتيجه، بيعملوا لنا زي استبيان كده عن الاساتذه وبتاع، وانا ما كنتش ببقى عايز اظلم الاساتذه اصلا، لان انا اخر سنتين ما كنتش يعني تقريبا ما كنتش بروح الجامعه، فمش بيطلبوا مننا تقييم على الساده الاساتذه يعني، والمنهج والمواد المحيطة بالمنهج، يعني المواد او الريسورسز المعرفية التانية. فكنت كنت بخلص الحاجات دي اي حاجة كده وراندملي، وبعدين اكتب 160 60 170 رقم الجلوس او الرقم الموحد بتاعي، وبعدين اشوف مفيش ولا مادة احمر اللي هو راسب يعني، فخلاص بقوم قافل على طول كده. والحمد لله عمري ما شلتش ولا مادة في الجامعة، بس كنت بدخل الاقي انه كله مفيش احمر، خلاص مش فاكر اصلا بقى كان بيبقى فيه الوان ولا لا، ما كنتش بركز. وكان والدي يتفاجئ مثلا بعد اسبوعين الاقيه قاعد بيقول لي هو انت نتيجتك مش هتطلع؟ فاقول له ما انا نتيجتي طلعت. فهو يقول لي طب انت ما بلغتنيش ليه، انت سقطت؟ اقول له لا ما سقطتش، الرقم الموحد معاك واللينك اهو هبعته لك على الواتساب، تقدر ان انت تبص وقت ما حضرتك تحب يعني. من الحاجات اللي انا كنت عايز حد يقولها لي او يقولها للمحيطين، انه ان انت تتفوق في الجامعه دي مش حاجه مهمه تماما وملاش اي فايده خالص. تتفوق في الجامعه بمعنى ان انت تقعد تذاكر المنهج، دي مش حاجه مهمه خالص خالص خالص. وبجد يعني هتتضايق وهتزعل لو اتخرجت وانت كان تركيزك كله في المنهج، لانه انت بتطلع بتكتشف انه ده انا ما قريتش لحد خالص، ده انا ما اعرفش، ما كنتش بذاكر حاجة تانية غير المنهج، ما كنتش بتابع مؤسسات اعلامية، ما كنتش بركز غير ان انا اعمل الاساينمنت او التكليف زي ما الدكتور او الدكتورة طالبينه. وفي ناس كمان بتبقى عايزة تطلع من الكلية دي معيدين. بص هو انا يعني بكل حساسية كده، عشان ايه ما بقاش بأعيب في اي حد من السادة المعيدين او السادة المعيدات يعني بمعنى ادق، لانه تقريبا انا ما افتكرش ان انا قابلت معيدين في الانجليش سيكشن عندنا ولاد يعني. ودي كانت من الحاجات الفاني جدا. احنا كلية اعلام كانت يعني احنا كنا في السنة بتاعتنا كنا 120 بنت و 13 ولد، كنا كلنا كدفعه 120 بنت و13 ولد. بس انه انت تقعد تذاكر عشان تجيب جي بي اي 4 او 3.9 وتتعين معيد، مش حاجه مفيده خالص يعني، ولا ماديا ولا مشبعه من حيث الطموح بالنسبه لك. ولكن في ناس بتبقى حابه ده، انه هي تعتبر يعني متعينه في حاجه امنه، فتمام ماشي، ده اختيارات. لكن لو انت داخل اصلا يبقى انت معلش يعني، لو انت ده اختيارك من الاول، على الاقل كنت تخش بقى كليه تربيه، ومن كليه تربيه كنت تبقى مدرس وتعمل دروس كويسه جدا وتعمل فلوس حلوه جدا من الموضوع يعني. بس ففي النهايه الحياه اختيارات، بس ما يبقاش تركيزك خالص يعني. انت لو في وقت ليله الامتحان ذاكر، ما تعملش زي انا كنت ليله الامتحان احيانا يبقى مثلا موسم الافلام بتاعه الاوسكار بينزل في السمستر الاول مثلا، فكنت اقعد اعمل ايه، الاقي فيه فيلم نزل اللي هو المواقع مش ممنوعه يعني، مواقع مش حلو ذكرها هنا على يوتيوب، كان بيبقى نازل مثلا داونلود افلام عاديه، مش افلام مش كويسه، افلام عاديه يعني للاوسكار. فكنت انزل الفيلم واقعد اتفرج عليه وانا عندي امتحان الصبح. انا بالنسبه لي كنت بشوف الموضوع كده، او كنت حقيقي بستحرم الوقت اللي انا هقعد احفظ فيه السلايدز عشان هيجي لي اسئله منها. ما اعتقدش انه بقى فيه تغيير جامد دلوقتي في الوضع يعني، بس انا بالنسبه لي كنت بستحرم بصراحه يعني. انا الوقت اللي انا هقعد اقرا فيه
كتاب او اتفرج فيه على فيلم كنت بحس ان هو مفيد اكتر. يعني في نقطة انا برضو كنت اتمنى حد يقولها لي من الاول، هي كان المفروض اقولها بدري بس انا هقولها كده دلوقتي ومعلش اعذروني. يعني خليك، يعني انت لو قررت ان انت تدخل كلية الاعلام وانت كنت علمي علوم او رياضة وجايب مجموع عالي وقررت ان انت تضحي وتدخل، خليك رفيق باهلك جدا وتفهم اعتراضهم، بس في نفس الوقت ما تسمعش كلامهم ده في حالة ان انت بني ادم واعي ومش بني ادم موتور وبني ادم عاقل وبتفهم وعارف انت عايز ايه وبالتالي بتاخد قرارات. لكن لو انت انسان طائش، انسان قراراتك هوجاء مش مبنية على اي حاجة، فمن حقك، مش من حقك، انت غصب عنك لازم تسمع كلامهم، لان هما بيبقوا بيمنعوا عنك الطيشان بتاعك ده بس. فدي نقطة مهمة، ما تسمعش كلامهم وتفهم خوفهم واهضم او ابلع القسوة اللي هتطلع منهم في الوقت ده لسبب بسيط جدا، وهو انه الآلام اللي انت هتحس بيها والعدم الامان وعدم الاستقرار. اصل انا برضو ما قلت لك، يعني انت لو فاكر انه انت هتدخل والدنيا ناعمة وسلسة، لا، انت طول الوقت لو انت بقى بتشتغل، لو قررت ان انت تبدأ تدرس وتشتغل في مجال ابداعي، انت طول الوقت في حالة من حالات عدم الامان وعدم الاستقرار. ليه؟ لانه انت ما بتبقاش عارف. انت مثلا مهندس هتطلع تشتغل مهندس، دكتور هتطلع تشتغل دكتور، مش هتبقى في اعلى بوزيشن في الاول بس انت عارف اللي ليك واللي عليك. خريج حقوق هتشتغل محامي، حاجات كده ايه واضحه. خريج حاسبات تشتغل بقى هاردوير ولا سوفت وير، تشتغل ابليكيشنز ولا تشتغل مش عارفه ايه. انت في النهايه فاهم انت هتشتغل ايه. لكن انت خريج اعلام، انت تقدر تشتغل صحفي، تقدر تشتغل مخرج، تقدر تشتغل مصور، تقدر تشتغل معد، تقدر تشتغل مذيع، تقدر تشتغل روائي، سيناريست، مخرج سينما. وكل مثال من دول ممكن اقول لك عليه شخصيات. ممكن تشتغل سياسي، ممكن تشتغل اللي انت عايزه من الكلية دي. فانت طول الوقت تعددية الاختيارات دي بتوترك، لان انت ما بتبقاش عارف طب انا اختياري صح في انهي فيهم وغلط في انهي فيهم. فدي حاجة مهمة جدا، مهم ان انت تبقى فاهمها ومستوعبها. وبالتالي اهلك بيكونوا خايفين ان انت تروح في البحر ده وما تلاقيش شط في الاخر. هم بيبقوا قلقانين عليك في الحتة دي. هم عاوزين الطريق المستقر، الطريق الآمن، الطريق اللي ملامحه واضحة من البداية. دكتور، مهندس، مدرس، فاهمين انت هتعمل ايه. لكن انت في اعلام ابوك هيدخل عليك كده، هيلاقيك قاعد بتتفرج على فيلم لنادين لبكي ولا جايب فيلم وثائقي كولومبي الدكتورة مكلفاكوا بيه ان انتوا تتفرجوا عليه، بيتكلم على فساد الفرق التسويقية بتاعت المرشحين الرئاسيين. ده فيلم حقيقي، يعني كان دكتورة ادته لنا. فابوك يدخل يلاقيك بتتفرج على الفيلم ده، فيقول لك يا ابني انت مش هتذاكر؟ فتقول له يا بابا ما انا بذاكر. فيقول لك يا ابني هو دي مذاكرة؟ فتقول له يا بابا ما انا بذاكر اهو، ده تكليف في الكلية، assignment في الكلية. فهو يبقى طول الوقت حاسس ان انا مش فاهم انت بتعمل ايه. انا لحد من قريب والدي يعني تفهم الموضوع يعني مؤخرا، بس هو برضه بالنسبة له يعني انت بتعمل ايه، يعني انت ايه اللي انت بتشتغل ايه، يعني انت. هو والدي رجل معلم يعني مربي اجيال، فبالنسبة له هو مش فاهم انت يا ابني بتعمل ايه. انا نازل فين يا خالد؟ انا رايح سينما زاوية. وطبعا بقى بتلاقي الطلبة بتاعت معهد السينما بقى وبتاع وبيعملوا عروض، يعني بيبقى في اشتراكات يعني العروض في الوقت ده في مهرجان القاهرة وايام القاهرة السينمائية وبانوراما الفيلم الاوروبي وحاجات كده. كلية ساعات بتوفرها، يعني مش عارف لسه بتوفرها لحد دلوقتي ولا لا. فوالدك يلاقيك نازل داخل فيلم مش عارف فرنسي لبناني في سينما زاوية، فيقول لك يا ابني هو انت دي مذاكرة؟ يعني هتفهمه انه ده مذاكرتي وده تكليف عندي في الكلية. فالشاهد او المقصود من الكلام ده رفقا بيهم، ومش فكرة ان انت عايز تثبت لهم برضو. انت عادي، انت بس بتطمنهم. هو بمجرد ما والدك او والدتك اللي هم معترضين دلوقتي دول على ان انت تدخل الكلية، بمجرد ما يبدأوا يشوفوا انه حياتك بقالها ملامح دقيقة وواضحة، واللي هي كده يعني سبويلر اليرت من غير ما تقول لهم، انت كده حياتك ولا هتبقى دقيقة ولا واضحة يعني فترة طويلة حتى بعد التخرج. يعني لان انت هتلاقي نفسك طول الوقت بتجرب حاجات وبتعمل حاجات وبروجكتس وتدخلوا في حاجة وتفشل، مؤسسة تقفل، حاجات كده يعني.
ودي تفاصيل قدام يعني ممكن تبقى ايه نتكلم فيها في حلقات تانية بس مش من السلسلة دي. نقطة كمان كنت اتمنى ان حد يقولها لي وانا في الكلية، حاول تفهم البيزنس مودلز بتاعة المؤسسات اللي انت بتقول انا عاوز اشتغل فيها. وكلامي هنا بالتحديد موجه للناس اللي بتبقى عاوزة تشتغل في الصحافة. انا هسألك سؤال امين جدا، انت علاقتك دلوقتي بالصحافة، انت هل بتقرأ جرايد اصلا؟ هل انت بتلاقي حد بيقرأ جرايد؟ انت بتلاقي الناس بتقرأ يعني الاخبار بتوصل لها على الفيسبوك، على تويتر، بتشوفها على يوتيوب، فين وفين لو حد فتح ويب سايت جورنال او حاجة وقرأ خبر. لكن على الارض لا، هو ما فيش حد بيدخل دلوقتي يشتري جورنال. فدي من ضمن الحاجات اللي هتخلي مبيعات الجرايد قليلة، وبالتالي دي حاجة انت لو جيت اشتغلت فيها هتبقى فلوسها قليلة. فتيجي تقول لي لا انا اعرف فلان او اعرف فلانة، دي زميلتي شغالة في موقع وبعدين شغالة في قسم اخبار الفن، ومن اخبار الفن بقت معدة برنامج مش عارفة ايه على قناة الكذا والكذا، وانا شايف ان انا ممكن ابقى زيها. طيب ماشي، ده اختيار، بس تبقى فاهم انه الاختيار ده ما فيهوش فلوس. يعني ممكن تبدأ تجيلك فلوس نسبيا كويسة لو انت بدأت تشتغل معد برامج، لكن الاغلبية اللي هتبقى صحفيين في الغالب انت مختار مجال ما فيهوش فلوس. تمام، نفس الحتة في التلفزيون. انت دلوقتي مثلا لو طموحك ان انا عايز اشتغل مخرج برامج، ممكن تشتغل في مؤسسة اعلامية جميلة كويسة سواء برا مصر او جوه مصر، لكن نسبة او عدد مثلا القنوات في مصر قد ايه، دي نقطة ضروري انت تكون فاهمها برضو، عشان لما تيجي تبقى بتختار حاجة it's very niche او very يعني limited محدودة جدا، تبقى انت عارف انه والله انا ممكن ابقى يعني مستني فرصة كويسة ومش لاقي. فانت تبقى فاهم ان العدد اصلا بتاع الفرص اللي في الحتة دي محدود، وان انت تبقى فاهم طبيعة الشغلان دي ميزة او ده النقطة اللي انا كنت احب ان حد يوضحها لي في الاول. فتبقى انت فاهم بحيث انه انت ما تضيعش سنين الجامعة كلها بتتدرب في جورنال وبتاخد مكافأة 120 جنيه في الشهر، وانا بكلمك على ارقام فعلية، في ناس بتاخد 120 وفي ناس بتاخد 200 و 300 جنيه كمكافأة في الشهر، وممكن ناس تاخد يقولك ده انا خدت مكافأة 500 جنيه عشان نزلت موضوع على الموقع يعني بتاع الجريدة او المكان او المؤسسة اللي انا شغال فيها. فتبقى برضو فاهم ده انه انت كصحافة لا مش فرصها ماشي، ممكن يبقى فرصها يعني الى حد ما ماشي موجودة بس ما فيهاش فلوس. نقطة مهمة مرتبطة بالنقطة اللي فاتت بتاع ان انت تفضل تinvest في حتة واحدة طول سنين الجامعة. لو انت من اول سنة جامعة من الناس المحظوظة اللي عارف بالظبط هو عاوز يعمل ايه وعارف بالظبط الستبس او الخطوات اللي انت عاوز تاخدها، فانت شخص محظوظ، خليك مدرك ده وخلاص. لكن الاغلبية من الناس ما بتبقاش عارفة بالظبط هي عايزة تبقى ايه. ما تبقاش رجلك تقيلة وانت في الجامعة، ده انت سنين الجامعة دي هي السنين اللي انت تجرب فيها كل حاجة، تجرب فيها كل المجالات، تروح تتدرب في اماكن وتخوض تجارب ببلاش. ده الحاجات اللي انت تعملها، مش ان انت في ناس سنين الجامعة كلها بتقضيها سفر وخروجات وسوشيال لايف وحاجات زي كده، وفي الاخر بيتفاجئ لما بيتخرج انه ده انا ما عرفتش اكون خبرة يعني، او رايح للمؤسسة اقول لها بص انا ابيض ولسه مخلص جيش او لسه متخرجة وشغلوني. مش هتلاقي حد يشغلك يعني، ما انت رايح تقول له علمني بقى. ما تحسش ان انت رجلك تقيلة وتفضل طول الوقت ستاك في مؤسسة واحدة 4 سنين مثلا او كذا سنة. لا والله جرب حاجات في الصحافة، حسيت ان انت حابب مثلا صحافة الفيديو، حابب التصوير الصحفي، فتقدر ماشي خلاص انا هخوض التجربة دي. تقدر ان انت تروح وكالة اعلانية وتبدأ تجرب، والله لو انت شخص كرييتيف كفاية تقدر ان انت تشتغل هناك. تقدر ان انت لو يعني فكرة القنوات بتبقى اصعب، بس يعني لو اتيح لك الفرصة تقدر ان انت برضو تجرب في القنوات. وبالمناسبة معلش يعني هي اصعب وما يتبكيش عليها، يعني انا عايز اقولك انت بعد كده هتوصل لمرحلة ان انت يتعرض عليك احيانا برامج كبيرة وتبقى انت اصلا بترفض وبتعتذر بشياكة، وده يعني
حاجة انا اتحطيت فيها. يعني انا بقول لك دخول القنوات صعب، ودخول القنوات ان انت تعدي من بوابة مدينة الانتاج ده يعني حدث عميق المعنى جدا، لكن ما يتبكيش عليه خالص. يعني ما تحسش انه ده انا فايتني اي حاجة، انت مش فايتك اي حاجة، جوه هردبيسة يعني مش حاجة يعني زي ما انت متخيل. والشغل بتاع التلفزيون ممل 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 فوق ما تتخيل. انت بالنسبة لك بتبقى بتتحول، طبعا باستثناء الناس اللي بتحب الاخبار واللي بتشتغل اخبار. في احيانا الناس اللي غاوية اخبار وبتحب الاخبار، فالقنوات الاخبارية بتبقى الريتم بتاعها سبايسي شوية للي غاوي ده، ولكن ما فيهاش مساحة ابداعية برضو، عشان بس تبقى ايه فاهم. المساحة الابداعية محدودة جدا هناك في القنوات الإخبارية. لكن شغل التلفزيون عامة شغل ممل جدا. فجأة بتلاقي نفسك خلاص نفس الديكور، نفس المذيع، نفس المذيعة، نفس طبيعة الأخبار. ودلوقتي سوق الميديا ما بقاش المواضيع اللي الناس أو المذيعين بيتناولوها انترستنج كفاية ان انت تحس انه ايه ده النهاردة أستاذ فلان اللي انا شغال معاه تناول الملف الفلاني وكان سبايسي جدا وجاب رأي معارض بقى في التليفون على الناحية التانية، وكان في حد بيكشف فساد. ما فيش الكلام ده. فانت ايه هتحس انه انت الموضوع كل يوم بتعمل نفس تقريبا الحاجة اللي انت بتعملها كل مرة. حتى لو انت بتصور خارجي، يعني بتعمل برنامج بيتصور خارجي، نفس الريتم ونفس الاسلوب بتلاقيه بيتكرر كل مرة. السيت ابس بتاعت الانترفيوز، السيت اب اللي هو الاضاءة والقعدة بتاعت الكراسي والصوت بيتركب ازاي، لو هنعلق مثلا مايكات كده بوم موجودة فوق المذيعين وهم بيتكلموا او نيك مايك وهم قاعدين بيتكلموا، نفس الحاجة بتلاقيها بتتكرر كل مرة. فمش حاجة يعني ايه الشاهد من الكلام ان هي مش حاجة يتبكي عليها. ايه تاني كنت اتمنى انه حد يقولهولي وانا في سنين الجامعة؟ من ضمن الحاجات اللي انا كنت احب ان حد ينبهني ليها اكتر في سنين الجامعة هو انه انت حاول، لو حسيت ان انت فعلا عندك حاجة عايز تقولها وكده، حاول ان انت تعمل بروجكت خاص بيك انت ومجموعة من اصدقائك اللي هتتعرف عليهم، واللي البروجكت ده يبقى بيخدم على مصالحكم كلكم مع بعض. بمعنى ايه؟ مثلا انت عايز تبقى مذيع وشايف ان انت يعني عندك you have a say زي ما بيقولوا، وحابب تقول حاجة وبتحب تتكلم، او حابب ان انت تعبر عن افكارك ووجهة نظرك في شيء معين، فتقدر ان انت تجيب حد مثلا حد عنده كاميرا او حد عايز يبني بورتفوليو كمخرج. ده شخص هتبقوا انتوا الاتنين وين وين سيتويشن بالنسبة لكم. وما تغلطش غلطتي ان انت تجيب ناس هي اصلا مش انترستد، وده اضرني جدا يعني انه ناس اوريدي مش انترستد وناس بالنسبة لها انت تقل عليهم وخلاص. تقدر ان انت والله لو حد مثلا صاحبكم بيعمل ميوزك تطلب منه يكولابريت معاك، وحد عايز يعمل مونتاج، حاجة زي دي لو انت قدرت تعملها بدري في الجامعة حقيقي ممكن تفرق معاك في مستقبلك بعد الجامعة جدا. ان انت تلاقي نفسك اثناء سنين الجامعة وانت مش مطلوب منك حاجة، تلاقي نفسك شغال على بروجكت جميل جدا وبروجكت عمال يكبر ويجي لكم منه احيانا ممكن يجي عائد كمان مادي، ويبدأ يديكم اكسبوجر وتعرض على السوق بشكل كويس جدا. فدي من ضمن الحاجات اللي لو انت قررت ان انت تدخل كلية الاعلام هتبقى حابب او محتاج ان انت تعملها عشان تلاقي ليك فرصة. اخر حاجة احب اقولها لك، اخلق لنفسك شكل فرصتك انت والموديل بتاعك انت. بمعنى ايه؟ لو انت سمعت مني وسمعت من 10 تانيين، مش هتقابل 2 يقولوا لك نفس الحاجة فيما يخص الكلية. هتلاقي ان انت اللي بيتقالك مني يختلف عن اللي بيتقالك في حد تاني. هتلاقي تجربته انه لا يا عم ده انا دخلت كلية اعلام دي وبعدين اشتغلت في حاجة تانية في مجال تاني بعيد عن الاعلام خالص. واحد تاني كان عنده يعني حد يزقه فيبدأ يكلمك على انه والله ده انا من اول سنة في الجامعة والدكاترة توسموا فيا خير وبدأوا يدوني فرص وكلموا انكل مش عارفة مين في قناة كذا. يعني هتلاقي تجارب ايه مختلفة. اخلق لنفسك تجربتك، ابدأ شوف والله انا مقوماتي ايه. ما تبقاش سجين لتجربة حد تاني وتقعد تقارن نفسك بيه خالص، لانه تجربتك اللي انت مثلا قدرت تحققه في سنة اولى هو ممكن يكون ما قدرش يحققه لحد ما اتخرج.
وممكن حد يخلق لنفسه تجربة جديدة كليا. فمن ضمن التجارب اللي بحس ان فيها قدر من النجاح وقدر من التفرد تجربة مثلا كريم الشناوي، وهو الشخص اللي قرر انه انا حابب استفيد من كلية اعلام في ان انا ابدأ اجين شوية تفاصيل وسافر برا يسري التفاصيل اللي هو اكتسبها في الجامعة دي، ورجع بعد كده كمخرج. ولما اخرج، هو اعتقد خريج 2006 او 2007 حاجة كده، على ما اخرج عمل ليه ثقل كان بعدها ب10 سنين. انت مش ملزم ان انت تبقى بتقارن تجربتك انت بتجربة حد تاني. التجارب عامة في اي مجال ابداعي هي تجارب فردية مش تجارب جماعية، يعني مش قائمة على فكرة خطوط الانتاج زي كليات تانية كتير، انه اللي بيدخل المكان ده بيطلع منه كذا. على فكرة انت في مجال الاعلام ممكن تلاقي 2 كوبي رايترز او 2 كاتبي اعلانات خريجين من كلية الاعلام، ولكن كل واحد منهم ليه تجربته وليه طعمه الخاص من خلال تجربته هو. ممكن تقابل 2 مخرجين كل واحد فيهم خارج برؤية وتجربة بسبب خبرات معينة ملاش اي علاقة بتجربة الشخص التاني. ادراكك لتفرد تجربتك انت هيخليك طول الوقت بتشتغل على الحتة دي، وهيخليك طول الوقت حريص ان انت تثري التجربة الفردية بتاعتك، وتبقى مدرك انه مفيش ستيبس صح ومفيش ستيبس غلط. المعيار الوحيد اللي انت تقدر تحدد بيه انا بتطور ولا لا، انا بتحسن ولا لا، انا بخوض تجارب وبجرب حاجات جديدة ولا لا. ده المعيار الوحيد اللي انت تقدر تقيس بيه على سنين الجامعة. ما تقدرش ان انت او ما ينفعش ما يصحش ان انت تثقل على نفسك ان انت تبقى قبل اخر سنة في الجامعة لازم تبقى حققت 1 2 3 خالص. مش شرط ان انت تكون اتعينت في جورنال قبل اخر سنة في الجامعة، مش شرط ان انت تبقى بقيت شغال في قناة كبيرة قبل اخر سنة في الجامعة. ممكن سنين الجامعة تقضيها في ان انت تتعلم مهارات، تبدأ تقضيها في ان انت تجرب شغل في مؤسسات كتيرة جدا. انا من خلال تجربتي الشخصية اقدر اقولك انه انا على مدار سنين الجامعة جربت اماكن شغل كتيرة جدا، وجربت مؤسسات كتيرة جدا. اشتغلت في الصحافة، واشتغلت في التلفزيون، واشتغلت في الديجيتال، وبنيت بروجكت خاص بيا وكبر ومر بتحديات كانت خارجة عن ارادتي. كان موجود هنا على القناة اللي هو يوميات طالب اعلام تفاصيل زي انه انت تبقى متعاقد مع مؤسسة والمؤسسة دي تقفل، بتكولابوريت مع ناس والناس دي بتنسحب وانت ما عندكش مثلا الايكويبمنت اللي تنفذ بيه. فجربت حاجات كتيرة جدا. وبالمناسبة اول شغل اشتغلته بعد ما خلصت جيش كانش له اي علاقة ولا اي حاجة من الحاجات اللي انا جربتها اثناء الجامعة. كانت شغلانة جديدة وتجربة جديدة. فضروري ان انت تبقى مدرك ده، لانه انا في كتير من الاحيان قسيت على نفسي، وانا في كتير من الاحيان كنت باخد تجارب ناس تانية كبار دلوقتي في السوق وابدأ احطها كجايد ليا اقيم بيه تجربتي. كلية اعلام او اي كلية فنية انت هتدخلها مش هي النهاية، ولا هي اللي هتخليك مميز او ليك نقطة ترجيح على حد تاني عشان انت خريج الكلية دي، ولكن الترجيح او العبرة هيكون بان انت عملت ايه بالكلية. لو انت مش شخص عايز تجرب حاجات، ولو انت مش شخص عاوز تحس بعدم الاستقرار او تحس بعدم امان، فاختيارك لكلية الاعلام اختيارك لأي كلية فنية مش هيبقى هو الاختيار الصح او الادق او الاختيار الامن ليك. اختيارك لكلية الاعلام هيخليك لازم تبقى عارف انه انت اللي هتخلق تجربة النجاح بتاعتك، وانه مفيش طريق مرصوف انت هتمشي عليه. انت هتحفر انت طريق خاص بيك وبعد كده تقدر ترصفه، لكن مش هتلاقي طريق فيه حد اوريدي ممهدهولك. لو انت عندك تصالح مع فكرة الانسرتينيتي او عدم الضمان او عدم الامان دي، اختار كلية فنية وادخل كلية فنية. لو انت شخص بتتيك ريسكس او بتاخد مخاطر او بتخوض مخاطر في حياتك، اختار كلية اعلام او اختار اي كلية فنية. لو انت عاوز مكان فيه طرق مرصوفة وفي ملامح واضحة من البداية، فاختار كليات وما اكثرها، ولكن اختيار كلية فنية هو لمن يجرؤ فقط.
من وجهة نظري انه احنا تناولنا محاور كتيرة جدا واتكلمنا في تفاصيل كتيرة جدا متعلقة انت تختار ايه في كلية الاعلام، او انت تختار امتى ان انت تدخل كلية الاعلام، وامتى كلية الاعلام ممكن ما تكونش مناسبة ليك. حاولت ان انا اشير معاك بعض حواديت من تجربتي، بعض التفاصيل من تجربتي، مش عارف لو كانت مفيدة ليك ولا لأ، فتحت قدامك افاق ووضحت لك رؤى ولا لأ، ولكن انا اتمنى من كل قلبي ان هي تبقى قدرت تحقق لك ده. واحب جدا ومتحمس جدا ان انا على كل حلقة تسمعوها تقولوا لي يا ريت رأيكم في الكومنتس، ولو في اي اسئلة حد من حضراتكم حابب ان هو حتى يتواصل معايا شخصيا هتلاقوا الاكاونتس موجودة يعني في الديسكريبشن، انا تحت امركم، ويبقى ده مفيد وصحي لينا احنا الاتنين. ولو يعني لقيت انه في اسئلة وتفاصيل حضراتكم بتسألوا فيها كتير في الكومنتس وحسيت انه احنا فعلا محتاجة لها حلقة، ممكن يكون في حلقة اكسترا ملحق كده، يعني حلقة رابعة. لو مفيش فهنختار موضوع تاني نتكلم فيه. واشكركم جدا 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 على وقتكم، ونتقابل الحد الجاي وحلقة جديدة من كولاج بودكاست. سلام عليكم.